السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ سالم؟ الله يسلم حضرتك. والله أنا ليا مدة أحب أتصل بحضرتك، ربنا يديك وليا الصحة. عندك طلبين، يا ريت حضرتك تسمعني. أنا نفسي تسمعني، بس تطول بالك عليا، ما تقوليش كلمتين وتقفل السكة. أنا عندي مشكلة كبيرة، مشكلة تخص بيتي، ومش أنا لوحدي، ده أنا وسلفتي زيي. أنا متجوزة راجل ليا 21 سنة، فرحني من ظلم بينا إن أشوف أهلي 21 سنة، وصبرت وقلت حاضر. وكان دايما يقول لي عن الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام اللي ألزم الست إن هو ألزمها اللي ما تشوفش ولادها وهو مريض، ولا تشوف ولا تطلع ولا جنازته، ويقول لي إن الزوج ليه طاعة ولازم تتعيه. تهته وبقيت أقول حاضر. جيت بيت أهلي معرفوش فين، والله معرفه فين، والله شحت من الناس فلوس عشان أركب وأجيلهم. لما تحس في يوم دمعتك مخنوقة، أو تشوف الضحكة فوق جبال الهم مشنوقة. أنا ما عملتلوش حاجة لكل ده، استحملت معاه. ما بنزلش من البيت غير رجلي على رجله، ما نزلش أجيب حاجة من الشارع أقول حاضر، ماليش إن أفتح. والله شباكي مقفول بقفل وبلكونتي مقفولة بقفل. أغسل الغسيل ما نشره غير لما يجي، ومستحملة. وأول ما ربنا فتحها عليه وبقى عندنا شقة كويسة وبيت كويس، كل ما أطلب منه إن أشوف أهلي يقول لي لا، ولا بيجيبها لي ولا يجيب لي أمي مربيانا يتامى من وأنا عندي 3 سنين. أبويا ميت واتجوزته عندي 17 سنة. من يوم ما اتجوزته لحد دلوقتي ما شفتش أمي غير مرتين. مش عارفه اعمل معاه ايه. الناس في العماره اللي انا ساكنه فيها من كتر ضربه وشتمته ليا بقيت استغيث بالناس، جابوا لي فلوس النجده لحد ما نزلت واتطلقت. ويوم واحد اللي اتطلقت، واخوه الله يسامحه رجع لي دي تاني، وقلت عشان خاطر العيال واستحمل. كنت محروقه ومرميه في المستشفى. والله امي كانت تقول لي انا كنت افضل بره وما يرضى يدخلني وما يدخلها ليش، ويقول لي مشيت واساله عليها يقول لي ما جاتش. حتى ابني ضربني اخر مره مشيت من البيت، ابني ضربني. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وابن اخوه اللي انا ربيته وانا داخله البيت عنده 3 سنين شتمني. اخوه كان واقف يتفرج عليا وانا بتضربه بالشتم. انا مشيت من البيت بطريقه مهينه، نزلني ومش عايز كان ينزلني. نزلت قلت له لا لازم هنزل، مش هطيق استحمل الضرب. اتضرب من ابني، اتشتم من الولد اللي انا ربيته ومن البنت اللي انا ربيتها. وبعت لي مراسيل يقولوا لي لا اما ارجع لا اما ما اعديش من قدام باب دكان ولا قدام بيته. ده يرضي ربنا؟ اشوف عيالي ازاي؟ طيب ارفع ايديك للسماء واصرخ وقول يا والله تعبت ما قادر استحمل. انا استحملت 20 سنه. والله اخواتي ولدوا واتجوزوا ما حضرت لهم ولا شفتهم ولا عرفتهم، وما بطلبش منه حاجه ومش عايزه منه حاجه، بس انا عارفه ان هيحرمني من عيالي. انا كده ابقى ظالمه. انا بعد سنين لما ييجوا ويشوفوني زي ما انا جيت وشفت امي ابقى كده، يعني يقولوا لي ان انا مش امهم. انا كده ما بقاش امهم. انا خايفه من كده بس. الخوف من ربنا. مفيش خوف من ربنا، مفيش خوف. آخر وصية وصاها النبي الصلاة وما ملكت أيمانكم. مركز فيها بالله عليكم. شفتوا النبي ظلم زوجة من أزواجه؟ إزاي واحد يمنع زوجته عن أهلها 20 سنة؟ ده تخاريف. مفيش آية في القرآن ولا حديث يقول لي زوج امنع زوجتك عن أهلك عن أهلها. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. اتقوا الله في الإسلام. فين الخوف من ربنا يا اخوانا؟ فين الخوف؟ ده نموذج من 100,000 نموذج. ده مش نموذج واحد، ده الظلم واضح بين. عشان كده عمال اقول يا اخوانا خافوا من ربنا. أو تشوف الضحكة فوق جبال الهم مشنوقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
استوصوا بالنساء خيرا. رواه البخاري. ارفع ايديك للسماء واصرخ وقول يا